السلام عليكم مشاهدينا الكرام. أسفرت عملية أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك بمعبر الكركرات جنوب مدينة الداخلة مساء اليوم الأربعاء 8 مارس الجاري عن إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات. وقد مكنت إجراءات المراقبة الحدودية المشتركة بين مختلف المصالح الأمنية عن حجز 140 كيلوغراما من مخدر الشرى مخبأة في شاحنة للنقل الدولي للبضائع مسجلة بالمغرب كانت متوجهة نحو إحدى الدول الإفريقية. وقد تم إيداع السائق وهو مواطن مغربي يبلغ من العمر 31 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه القضية بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.